السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شبكة الجيريا ماكس، معكم واحد من الناس ذاك برابط الشبكة هو www.algeriamax.com. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا سؤال يقول: كيف أقوم بالتخلص من النجمة الزرقاء التي تظهر في الويندوز؟ السائل يقصد هذه النجمة تكون هكذا مستطيل أزرق به نجمة ومكتوب Ask for genuine Microsoft. هنا السطر الشهير This copy of Windows is not genuine. هيظهر لك هكذا بوكس فيه زرين Get genuine و Resolve later. هذه الحالة هذه تظهر لك لما تكون نسخة الويندوز الخاصة بك غير أصلية، يعني حملت نسخة من النت وقمت بوضع أي سيريال هكذا. الميكروسوفت انت لما تقوم بتحديث راح ينزل معها برنامج هذا راح يقارن اسكو النسخة الخاصة بك الويندوز أصلية وغير أصلية. إذا كانت أصلية اللهم بارك، إذا لم تكن أصلية يظهر لك هذه الرسالة. كما قلت لك يظهر لك هذا البوكس فيه زرين Get genuine و Resolve later. Get genuine راح يديك الموقع الميكروسوفت وراح تلقى يعني الطريقة لكيفية شراء نسخة ويندوز خاصة بك. Resolve later فقط راح تأجل العملية لاحقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الشرح تاعنا. الشرح تاعنا راح يكون على بيئة ويندوز اكس بي، ونفس الشرح هو في ويندوز 7 ايضا، على ما اعتقد الفيستا كذلك. راح نروحوا لديماري او ستارت، ثم نروحوا البانل دو كونفيغوراسيون او كنترول بانل، ثم نروحوا اوتيل دادمينستراسيون. في النسخ الانجليزية تلقى ادمينستراتيف تولز. عندنا هنا سيرفيس، نضغطوا عليها مرتين كبروها. راح نبحثوا على سنتر دو سيكوريتي، هذه هي، او سيكوريتي سنتر، نضغطوا عليها مرتين. راح نلقاو ستاتيو دو سيرفيس ديماري، نضغطوا على اريتي، وهنا تيب دو ديماراج نلقاو اوتوماتيك، رجعوا ديزاكتيفي او ديزابلد ابلي اوكي. نخرقوا السيرفيس، نرجعوا الخلف، نروحوا الميساجور اوتوماتيك او اوتوماتيك ابديت، ونختار الخيار الاخير هو ديزاكتيفي لي ميساجور اوتوماتيك، ونضغطوا على اوكي. ثم نروحوا لديماري ونضغطوا على اكزيكيتي ونكتبوا ريجيديت REGE ايديت اوكي. هنا ايديت نضغطوا على ريشيرش، راح نكتبوا WGA لوجون WGALOGON ويغا لوجون اذا يعني اذا قرينا هكذا. ثم نضغطوا سويفون او نيكست. انا مش راح يلقى لي المفتاح هذا، النسخه تاعي مفعله مش راح يلقى لي هذا المفتاح، لكن نفترضوا باللي لقى لك المفتاح. مثلا هذا هو المفتاح اللي لقيته، تضغط عليه بزر الماوس الايمن، ثم تختار سوبريمي او ديليت، ثم وي، تضغط على وي او يس، وراح يتفتح راح يتحذف مفتاح الريجستري هذا. طبعا هذا مثال فقط، هو ما يجيش هكذا. من بعد يعني تعيد تشغيل الحاسوب او الويندوز، وراح تلقى الرسالة ذيك مش راح تزيد تظهر لك. كما قلت لكم في الاول، هذا فقط فيديو تعليمي فقط، ما نشجع حتى واحد يعمل هذه الطريقة وانه يعمل بنسخة غير اصلية. ان شاء الله كان الشرح تاعنا سهل وواضح. كالعادة ودائما اي استفسار او عندك سؤال اكتبوه، خليه في الموضوع الخاص بالفيديو او اسفل الفيديو اذا كنت متابعني من اليوتيوب. ان شاء الله يعني وفقت في الشرح، وهذا مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.